الحاجة اللي عمر ما حد حكى لك عنها عن الفقدان، والسر ورا التخطي اللي انت نفسك تحققه، عشان في فرق مرعب من حد اختار انه يمسحك من حياته مع انه لسه بيتنفس وعايش معاك في نفس المكان، وحد تاني للأسف الموت خلاه يسيبك ويبقى تحت التراب. عايز احكي معاك النهاردة عن حاجة يمكن اغلبنا جربها، بس قليلين مننا قوي اللي عرفوا يعبروا عنها صح. الفقدان. ويعني ايه فقدان؟ لما بتسمع الكلمة دي دماغك بتروح لإيه؟ هل بتروح لشخص كان معاك في حياتك وكان بياكل معاك على نفس الترابيزة والنهاردة بقيتوا أغراب؟ هل بيعدي على دماغك الاتنين اللي بيعدوا من جنب بعض في نفس الشارع وما بيسلموش على بعض؟ ولا دماغك بتروح لشخص بقى تحت الأرض وما بقاش فيه أي طريقة في الكوكب ينفع تناديه بيها ويرد عليك؟ فعشان كده بقول لك في فرق مرعب ما بين حد بيتنفس وعايش معاك في نفس المكان، وإنك تفقد حد خلاص أخد آخر نفس ليه في الدنيا. الأول اختار إنه يمشيك من حياته، والتاني إن الموت اختاره إنه يتقطع عنك. ولحد ما تفهم الفرق ده هتفضل فاكر إن غياب حد هو معناه الموت. لما يتغير عليك الناس القريبة بالبطيء. عايز احكي لك حكاية كده عني حصلت معايا. كان عندي واحد صاحبي، نوعية الصحاب اللي تقول عليهم ياه، انت عارف ده مش صاحبي، ده اخويا اللي ما جابتوش امي. كنا بنقضي يعني 24 ساعة في ال 24 ساعة مع بعض، ولو سبته على التليفون وعارف مش عارف اقول لك ازاي، بس جه في بالي مثال مش كويس. كنا بنشارك بعض كل حاجة، من اول احلامنا لحد احزاننا، من اول حلم كبير لحد اهبل حلم ممكن تتخيله. لو عندي مشكلة هو اول حد بتصل بيه، لو عندي حاجة فرحتني هو اول حد بيجي على بالي لازم افرحه معاه. من غير ما افكر من اي حاجه دراميه، انا على طول اول ما بحس ان انا محتاج الشخص ده هو بيتي ملجئي اللي بروح له على طول. وفجاه من غير ما يحصل حتى اي خناقه واحده، من غير اي حاجه، لقيت الريتم بدا يقل. الرسائل اللي كان بيترد عليها في ثواني بقى بتقعد ممكن بالساعات، وساعات مر عليها ايام. ولما اتصل معلش اصل انا بقيت على طول مشغول، في امور الدنيا انت فاهم، ما بقاش بيكلمني. بس في نفس الوقت انت كنت بتحب الشخص ده وعزيز عليك قوي، فبتقعد تلتمس ليه اعذار كتير، صح؟ وتقعد تقول بقى يمكن مضغوط، يمكن عنده ظروف، يمكن بجد تغيرات الحياة واخدة من وقته. بس مع مرور الوقت بتكتشف الحقيقة المرة، هو مش مشغول عن الحياة، هو مشغول عنك انت بالذات. ومشكلة الإحساس في الفقدان في موقف زي ده إنه مش بيجيلك كده مرة واحدة، لا، هو بيجيلك زي القطارة بتاعت العين، نقطة 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 نقطة، كل نقطة بتنزل بتفقد فيها حتة صغيرة، شوية تقول مشغول، شوية تقول تعبان، شوية تقول الحياة واخداه، وبعدين بتكتشف. فانت عمال تتعذب مع الوقت لغاية ما تكتشف انك انت كنت بتتعامل مع هيكل خشب، انت اصلا ما كنتش تعرفه، كنت فاكر انك انت تعرفه من زمان. والمشكلة الأكبر بعد مرور الوقت ده كله، أنا كنت قاعد عمال أسأل نفسي هو أنا قصرت في إيه؟ هو إيه اللي اتغير؟ فده يمكن يكون تغيير الأقربون بالبطيء، فقدان زي القطارة. الموقف التاني كان وهم الاختفاء المفاجئ. القصة دي حصلت معايا برضو بس يمكن أوجع شوية. شخص تاني دخل حياتي بس بحماس مرعب، قال لي كلام حلو كتير، حسسني إن أنا أهم مخلوق اتخلق له على الكوكب. شربني شاي الحب والاهتمام، وإيه ما أقولكش يعني، بطريقة ما تتوصفش، لدرجة إن أنا مش كنت لا، في وقت قصير جدا كنت شبعان جدا. وفجأة في يوم وليلة فتحت تليفوني لقيت الشخص ده اختفى. هو ما كنتش تعرف عليه عن طريق السوشيال ميديا، لا كنت أعرفه، أعرفه. اختفى جسديا وتليفونيا وسوشيال ميديا، كل حاجة اختفى. أكنه كان فاهم شبح، ظهر لي لوحدي وفجأة ما بقاش موجود. عمل بلوك بكل بساطة، بطل يرد، وأي حاجة توصلني بيه مقطوعة. فضلت قاعد في أوضتي بالأيام بعاني من حاجة اسمها الضمير اللي متعذب ومش فاهم. عمال أقلب بقى في الحاجات القديمة وأقرأ الرسايل وكل الوعود اللي كانت لحظية، كل كلمة كانت موجودة كنت بمسكها أحللها. طب الكلام ده كان بيتقال ليه؟ مين ده؟
وبرضه أرجع تاني لنفس الأسئلة، طب هل أنا قُلت حاجة زعّلته للدرجة دي؟ بعدين اكتشفت إن أنا كنت وقتها باعاني من الغياب المقفول فجأة، الغياب اللي سابني وسط كلمة ما كملتش، ويمكن سابني كده لوحدي وأنا غرقان في أوهامي. تعالَ بقى أتكلم معاك على أصلي الناس كلها هتقول لك كل واحد وليه طريقة معيّنة حصل له فيها موضوع الفقدان ده، خسر، كل واحد فينا ليه خسارة بطريقة معيّنة. ويعني ممكن أقول لك إن إحنا ممكن نكون ساعات شبه بعض، ولكن برضه طول ما القصص مختلفة فإحنا مختلفين، هنبقى مختلفين في اللي حصل. أكيد كل واحد فينا ليه طرق مختلفة في الفقدان، كل واحد فينا خسر حد بطريقة معينة، ولو حتى بنفس الطريقة بس ممكن يكون الإحساس كان غير. هافكِّك معاك بقى الحاجات اللي أنا أعرفها أنا شخصيًا من اللي حصل معايا في حياتي، ماشي؟ ممكن يكون أنت، وممكن يساعدك، يعني تسمع الحكاية بس وإيه يالّا. وكل نوع صدّقني هتحس إن قلبك وقتها كان بيوجعك بطريقة مختلفة، تخيل حتى إحساسك بالوجع والزعل في كل حد أنت خسرته في حياتك هيكون وجعه وشكل مشاعرك وكل حاجة هتاخدها في الوقت ده غير خالص. أول حاجة فقدان التخلّي، وده لمّا بصّيت لقيت حد باعني بعد ما وثقت فيه ثقة عمياء وعملت كل حاجة عشانه. كنت فاكره شخص باعتبره سندي وضهري في الحياة، وفي أول أزمة حقيقية احتجته فيها كنت متوقع إن هو أول واحد هيقف جنبي. بصّيت لقيته بيبعد عني وبيهرب وبيحاول بُص أنا مين أنت مين؟ استنى بس أنا مش كده. بس بعدها مع الوقت لمّا لقيتني كنت دايمًا موجود ليه وهو فجأة اختفى لمّا أنا احتاجته، إحساسي وقتها كان عامل زي عارف لمّا تكون أنت ماشي على طريق وفجأة تُقع حُر كده فاهم؟ السقوط بتُقع حُر، ما فيش حاجة عارف تشكِّك إنك أنت ممكن تمسك فيها، فجأة كده. حسيت والله العظيم عارف انكسار هيبتي. السؤال الدائم اللي هيعدّي عليَّ دايمًا هو فهل هيبقى في أمان في العالم بعد كده؟ فحسيت بقى هنا يعني لمّا فكّرت بطريقة إيجابية شوية مع الزعل والوقت، إنه فقدان التخلّي مش معناها إن العيب كان فيّا، إن العيب كان إن أنا ظهر لي معادن البشر، أو ظهر لي معدن الإنسان ده، وطلع عامل إزاي، ظهرت حقيقته اللي بجد. والشخص اللي يتخلّى عنّك بجد تخلّي يسيبك وقت أزمتك، الإنسان ده ما كانش سَنَد في الأساس. الحمد لله إن أنا عرفت بدري، عشان ما كنتش آجي في حاجة أكبر وبجد ألاقي نفسي فاهم، في حتّة تانية خالص يعني، ما كنتش قاعد معاكم هنا أصلًا. النوع التاني بقى نوع القطّارة بس على شكل أكبر شوية، هو فقدان التعوّد أو الجفاف الوقتي، عارف؟ بيعدّي علينا في علاقاتنا كتير، بس في ناس بتعرف تلِمّه وفي ناس خلاص تلبسوا ويسيبوا بعض ويمشوا. يعني بدأت معايا كانت مع زمايلي وصحابي اللي قريبين منّي، كُنّا ما بنستغناش عن بعض، زي كده صحاب الجامعة، صحاب المدرسة، عارف أنت؟ 24 ساعة في ال24 ساعة. اسأل نَفْسك هو أنت لسه مكمّل؟ طب هل في لسه 1، 2 ولا حد؟ 5، 10 تبقى متفوّق. مع مرور الوقت والأشغال والأيام، الجواز، اللي خطب، اللي عمل، بتبدأ الأولويات تتغيّر، فبيبدأ التواصل يا إمّا يقِل، يا إمّا يزيد، يا إمّا يبقى ثابت. لمّا حصل كده معايا بقيت باحس هو أنا لو فكّرت أعزم الإنسان ده على شاي مثلًا والّا كوباية قهوة، سيبك من الشاي ما باحبوش، كوباية قهوة، بادوّر على حِجَج ومقدِّمات عشان خاطر أعرف أعزم الشخص ده، أُمّال فين زمان؟ فهنا كنت باحس إن أنا إيه، بييجي لي إحساس وجع هادي كده دايمًا لمّا باجي أطلب حاجة وحنين لأيام زمان، اللي هي ليه ما ينفعش ترجع؟ فبدأت مع الوقت لمّا أحس إن خلاص أنا ما فيش حل مع الناس دي، إن أنا لازم أتقبّل الموضوع من غير مرارة ومن غير ما أزعل. وليه ما آخُدش الناس دي على إن هم ناس موجودين في الحياة لأجل ظروف معيّنة فقط، بدون ما أكِن ليهم أي مشاعر. ولمّا الزمن بيعدّي الذكرى بتاعتهم بتبقى جميلة، بس وجودهم بيتحول لمرحلة وجودية بعض الوقت، ولكن ممكن تنتهي في أي وقت. قُلت أحفظ الجميل والحاجة اللي حصلت والذكرى دي في قلبي، ولمّا أفتكرها أبتسم وأضحك، وما أجبرش دماغي ووقتي إنه يرجعوا لورا. النوع التالت ومن أوحش الأنواع وهو الخيانة والغدر. أوف! ده الواحد اتخان كتير أوي، ده لو قعدت أحكي لكم قصص الفيديو مش هيخلص. طبعًا إحنا عارفين الخيانة والغدر بتيجي في إيه بقى، في حُب، في صحاب،
وتلاقي بقى الشخص مش اللي أمنته وكان سند وبتحكي له وبيحكي لك وأسرار بس، لأ أمنته على أهم شيء وهو قلبك. مش هقول لك كل أسرارك، قلبك معناه ان انت بتحكي له الحاجات اللي تحت اسرارك، فاهم؟ فكان بيجي بقى ويستخدم اسراري دي ضدي وبيتكلم عليا من ورايا، وكان بيبدلني بناس تانية في السر. قابل، عارف انت الاحساس وقتها اللي كنت حاسه ان انا في نار جوايا، عارف قلبي بيتحرق قوي. تخيل كده انك بتحس بالعار على نفسك انك انت وثقت في حد وضحيت عشانه. وتخيل بقى انك انت، انا عارف كويس جدا ان الناس اللي بيحصل معاهم كده بيبقى عندهم رغبة في الانتقام بشكل يعني استغفر الله العظيم. بس وقتها بجد لما قعدت مع نفسي ولقيت نفسي كنت حلو قوي مع الناس دي، قلت ليه ما انتقمش بطريقة تانية؟ ان انا احب نفسي، ان انا اعوض نفسي، ان انا انجح، او ابقى ابين لهم قد ايه ان انا مبسوط من غيرهم. والله يمكن ده يمكن احسن انتقام في الحياة. سيبه يعيش وانا هعيش واتفرج بقى. وكمان عارف قررت وقتها ان انا امشي في هدوء من غير ما احاسب ولا عاتب ولا اي حاجه، عشان اولع اكتر، اولع مش انا اللي هم اللي يولعوا اكتر. ايه ده عادي كده؟ عادي. الفكره كلها انها انت هتقعد تلوم روحك وتلوم نفسك وتعاتب نفسك انك انت تعاتب شخص خاين. فاعتبرتها يعني درس تقيل شويه، يعلمني حدودي، ويعلمني كمان ان انا اعرف احافظ على مناعتي النفسيه للايام الجايه والسنين الجايه. النوع الرابع والاخير وهو ياه عارف انت لما تفتقد حد بالاجبار، انك غصب عنك هتبعد عنه، ايه كانت الدنيا غصب، او يا اما بتحس فيها بالقهر الاجتماعي، انا مش عارف اتعامل مع الكوكب وغصب عني هبعد. كنت ببقى بحب حد جدا او صاحب حد جدا، لكن ظروف الحياه، السفر، امور عائليه ما بتخليش الموضوع يتظبط، ضغوطات، دماغنا مش متوافقه، بس انا بحبه قوي. مش متفاهمين، بس مش هعرف استغنى عن الانسان ده، بس لازم. انا اتوقع ان ده ممكن يكون يجي مع نسبه قهرتي مع حد خني، ان انا بسيب حاجه غصب عني. طب انا ليه ما انا عملت اللي عليا؟ طب ليه؟ طيب ليه انت في عجز كامل عم بتكون مشلول وفي حاجه عايز تروح تجيبها مش عارف، مجبر. اما يكون عليك ديون ومش عايز تنزل الشغل بس مجبر. فاهم انت الاحساس بالذل ده؟ نفس الاحساس. وكمان لما يكون السبب مش منكم انتوا الاتنين، مالكمش دعوه خالص، بره عنكم، لكن هو من العالم، بظروف الحياه، الاهل، اللي باللي شلي، فاهم؟ هنا اكتشفت اكتشاف غريب شويه بقى، ان انا كنت ممكن امشي في سلام من بدري واحفظ الود واحفظ الحاجات الحلوه الداخليه وخلاص، عشان لقيت ان انا ممكن افتقد الانسان ده مع الوقت بطريقه وحشه، عشان خاطر اخليه هو يكون سابني، او العكس انا سبته عشان تنتهي النهايات دي، فاهم؟ حد فينا ساب بعض، حد فينا ساب التاني. ويعني كنت احسن ممكن امشي بسلام وكل واحد فينا يدعي للتاني في السر، خلاص نرضى بما قسمه الله لنا. وده قدرنا ان احنا كنا ممكن نتقطع، ممكن لفتره معينه نرجع، او ممكن للابد، ونرضى، لان ما كانش في حاجه بايدينا. واتاكد ان المحبه اللي كانت موجوده ما بيننا مش هتضيع، يعني هنفضل نفتكر بعض، ولا حتى زي ما قلت لك في دعوه في السر. احساسي بقى لما حد افتقده يعني في الحياه بيأثر ازاي على نفسيتي، بس زي ما قلت لك هو عايش. حسيت ان الوجع ده بجد بيبقى شديد في الاول كده، صح؟ بجد اكتشفت اني اللحظه دي اللي بيحصل فيا بسبب الكبرياء. عقلي كان دايما بيفسر لي ان الشخص ده بعد عني عشان انا فيا حاجه غلط، او انا ما كنتش كفايه، او هم غيروني بحد احسن مني، او انا اترميت لما ما كانش، او خلاص ما بقاش ليا لازمه. بس الحقيقه ان انا فقت لها مع الوقت، ان فقدان الانسان الحي اللي لسه بيتنفس ده مش فقدان حقيقي بالمره، حسيته فقدان لحظي كده، هوبا هوبا يلا مع السلامه. وان انا بس محتاج اعيد ترتيباتي شويه، وان الشخص او كل واحد فينا باختياره هو قرر ان هو يسيب قصته ويمشي مع الف سلامه. وهو مين عشان خاطر مثلا افكر اني انهي حياتي، استغفر الله العظيم، عشان مثلا غيابه؟ غياب مين؟ ولا انا وحش لدرجه، مش هقولك ان انا اثق في الناس، لا، ان انا بطل اثق في نفسي لمجرد ان هو مشي. حسيت ان هو عادي، يعني مرحله، محطه، زي لما بركب القطر كده والناس بتقعد تنزل وتطلع من المحطات. يعني هل ينفع تقعد في قطر، انت دخلت كده مثلا قطر والناس بتنزل في محطه ومحطه ومترو والكلام ده، هل ينفع تقعد تعيط على كل شخص نزل قبلك في المحطه اللي فاتت؟
عشان هتفتقد انه ما جاش، سوري ما كملش، فلا طبعا القطر لازم يكمل، صح؟ فالفقدان اللحظي ده اللي حصل لي، آه عارف انت، اكنه حاجه من ربنا و... وهفهمه بعدين. اللي عايز اوصلك ان انا بقول على الناس اللي انا خسرتهم في حياتي لا هم فقدان لحظي، عادي، هيعدي، هيمشي، ما هو لسه عايش، فاهمني؟ اي حد خسرته في حياتي بس لسه عايش هو فقدان لحظي وهفهمه بعدين. ما تعرفش ممكن ربنا بعدهم عني عشان بجد مساحتي النفسيه زحمه، وانا محتاج شويه وقت ليا، محتاج قطعه مني ليا، فطار واحد. وممكن كمان عشان في ناس تانية انضف ومستنياني اوصل لها، وده ما كانش يستاهلني. هنا بقى اكتشفت ان مفيش غير فقدان واحد حقيقي في الحياه، هو واحد بس. فتعالى بقى كده نشيل الستاره اللي عن علينا ونصدق ايه هو بجد الفقدان الحقيقي اللي لازم نعترف بيه، ونبص للناحيه التانية من العالم والدنيا اللي احنا بقينا عايشينها. كل الوجع اللي انا حكيته لك عن اللي حصل في حياتي عياط وزعل وكسرة قلب، واللي سابني واللي عمل لي بلوك واللي كلمني شوية وغار واللي اتغير عليا لحد ما انا اتخنقت منه، كل ده بقى طلع ولا حاجة، عامل زي اي حاجة فصة ملح ودابت، خلص في ثانية. بس لما تقف قدام الفقدان الحقيقي في الدنيا وهو الموت. يمكن احكي لك عن اول مرة انا وقفت في مدافن، تراب تحت رجلي، الشمس بتلسع على الواحد كده، الناس ماشية حوالين المدافن مش فاهمة في حاجة، أو ماشيين يعني ربنا يرحمهم وبيضحكوا وبيهزروا، بس انت واقف جنبها، او انا اكشلي كنت واقف جنبها، واقف قدام حفرة اتغطت ببلاطة واسمنت، تحتها شخص انا كنت يعني اتمنى ان انا اسمع نفسه بس حتى ما اسمعش صوته، شخص مش هعرف اكلمه تاني، تليفوني مش هيرن واشوف اسمه، حتى مش هتعرف تبص في عينه وتقول له انت زعلان مني ليه، خليني اصالحك، لما تبقى عايز تنزل تشرب معاه قهوة، حتى مش هتعرف تدخل تكتب تعالى، انت عارف ان هو مش هيرد عليك، او انا كنت عارف ان هو مش هيرد عليا، مهما عيطت مهما صرخت مهما عملت، حتى لو دفعت فلوس الدنيا كلها، الشخص ده عمره ما يرجع. هنا بقى وقتها بدأت افهم يعني ايه فقدان حقيقي، حقيقي بجد، والناس اللي لسه عايشة وسابتك ملهاش أي 30 لازمة إنك تزعل عليها. هنا بقى اكتشفت إن أنا لما بزعل على حد لا قدر الله مات، أنا مش بزعل إن هو سابني، أو مش بزعل إن هو اختار إن هو يسيبني، أنا بس عشان ربنا كان مقدر ده وقطع عني وعن الدنيا كلها. بزعل على المساحة الفاضية اللي سابها وراه، اللي مش تعرف تتعوض بأي حاجة تانية، بأي طريقة، بأي محاولة، على الذكريات اللي مستحيل تعرف إنها تتكرر تاني، أو حتى تتكرر مع شخص تاني، لانه مبقاش موجود، وان ما كانش في حد زيه. عشان خاطري بقى خلينا بقى اقارن لك بين الاتنين عشان نصلح مفاهيمنا ونعرف نعيش، واوريك حجم الامور الصحيح اللي ازاي نتعامل مع الفقدان ده بانه ذكرى. بس فقدان الناس اللي عايشه بس، اللي سابك وهو عايش بياكل بيشرب بيمشي بيضحك بيعيش حياته عادي جدا 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 في مكان تاني خالص، ولو في علاقه وبتحبوا بعض ممكن يتجوز، صح، يخلف ويسمي عياله على اسماء كهاحة، صح؟ لا، هو موجود على هذا الكوكب، تقدر تشوف صورته، تقدر تدور عليه عادي، وتقدر تعرف اخباره، وتقدر لو شفته في الشارع تبص في عينه، ولا ايه؟ بس هو اختار انه ما يبقاش معاك، فايه بقى؟ فهمت؟ بس اللي القدر افتكره مات، اتقطع عمله، اتقطع صوته، وبقى تحت التراب. فتخيل معايا بقى حجم الهبل اللي احنا بنقعد نعمله في نفسنا ونندب نفسنا ونكتئب ونزعل لمدة شهور وسنين علشان شخص حي يرزق اختار انه يمشي ويرميك ورا ظهره. يا انت بتدي قيمة لشخص وهو بملء وكامل ارادته قالك انا مش عايزك، I don't want you in my life، في حين ان احنا في ناس ممكن تكون تحت التراب نتمنى بس ان احنا نسمع نفسهم وناخد حضن واحد منهم، بس مش عارفين. فعشان كده بقولك اي فقدان لاي شخص عايش في الحياة دي لسه عايش حي، فهو فقدان مؤقت لحظي وهمي، وهتحس بيه مع الوقت والله، وهتفهمه جدا. وهو زعل كبرياء عشان انت حاسس انك انت ما كنتش كفاية، مش زعل على الشخص، لان في غيره وهيجي غيره. الفقدان الحقيقي اللي يستاهل دموعك ويستاهل زعلك
وقهرتك وكل أي إحساس وِحِش في الدنيا، وإن حد لا قدّر الله يموت. إزاي بقى نلملم روحنا واللي حصل فينا من الفقدان؟ عشان أتجاوز وألملم نفسي، كنت محتاج أعمل حاجات بجد مع نفسي أنا. أول حاجة إني استغفر الله العظيم أبطّل أعامل الناس دي على إنهم آلهة، استغفر الله يعني. ما فيش شخص في هذه الحياة وجوده شرط لإكمال حياتي، اللي هييجي أهلًا وسهلًا، واللي هيمشي يغور، لحد ما ييجي شخص تاني يعينّي على الحياة ويكمّل معايا. تاني حاجة إن أنا كنت لازم عشان أعالج نفسي إن أنا أتقبّل فكرة الاستغناء، إني اتعلّمت إني أكون مُكتفي بنفسي، قشطة عادي. أنا عارف والله العظيم الحب والاهتمام دايمًا حاجة جميلة إن أنا أحسّها من طرف آخر، بس بصراحة يعني هي مش أكسجين، مش هي اللي هتعيّشني، لإني لو مشيت من غير اهتمام فلان مش هاموت، عادي رئتي هتفضل تاخد أكسجين عادي جدًا، جدًا، هافضل أتنفّس برضه. والحاجة بقى الأهم إن أنا حسّيت إن أنا محتاج أرسم حدودي جدًا مع الناس اللي في حياتي، اللي يمشي باختياره يتقفل بابه بالمفتاح، وبإقفال بالهبل، مش حتى مفتاح واحد، وما اسمحش لأي حد إنه يدخل حياتي ويخرج منها زي ما هو عايز. أنا مش لعبة، عشان حضرتك بُص السوبر ماركت هو اللي بابه مفتوح لأي حد، أنا no. وآخر حاجة حسيتها بقى إنه ادعي للي مشيوا، اللي يستاهلوا إن ربنا يقدم لهم الخير في حياتهم، واللي ما يستاهلوش ما ادعيش عليهم، أفرح واتبسط، سيبهم يعيشوا وأنا أعيش، وأوفّر راحتي وطاقتي وزعلي وكل حاجة حلوة أنا عايز أحسها بعدين، وحرقة دمي وصحتي ونفسيتي لأي قدر ممكن يحصل في حياتي، وحد أكون باحبه يبقى تحت التراب. بجد هم دول الناس اللي يستاهلوا إن أنا أبُص لهم، الناس اللي سابوا لي أثر طيب ومش عارف أرجّعه تاني، دُولة اللي يستاهلوا إن أنا أفتكرهم بجد وأدعي لهم على طول. ففي النهاية الحياة أقصر بكثير، الحياة أقصر بكتير إن إحنا نضيّعها على ناس ما تستاهلش، وفي حسرة على ناس اختاروا إن هم ما يكونوش معانا، وهم اللي اختاروا إن هم يبقوا غُراب ويمشوا يعيشوا حياتهم من غيرنا. فلو عندك حد سابك يا عمي ادعي له بالخير، خليك أحسن منه، وادعي لنفسك بالسلام النفسي، كمل طريقك زي ما أنا كملت طريقي. ولو عندك حد يعني توفاه الله، الله يرحمه، تحت التراب وكان وحشك ادعي له بالرحمة، وافتكر إن اللقا الحقيقي صدقني مش هنا خالص. يمكن كده خلصت، بس عايز أسألك سؤال ولو ينفع تسيب لي إجابتك يعني، لو حابب يعني ما تسيبش الإجابة جواك وتكتبها. إيه أصعب نوع فقدان حصل لك في حياتك لو أنا ما كنتش قلته، أو قلته احكي لي. والحاجة الأهم، هل عرفت تتجاوز ده ولا لحد دلوقتي لسه معلم معاك في قلبك؟